بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين والمشاهدين في كل بيت وفي كل مكان. أنا طبعا مش برنامج رامز جلال، أنا أكلات عصام الهادي. أكلات عصام الهادي. المهم اليوم جاي لكم بفكرة جديدة وجميلة جدا. حاجة الناس كلها بتحبها. المشكلة إني بجيب لكم الحاجات الناس كلها بتحبها. ليه بقى؟ عشان لما أعمل حاجة الناس كلها تحب تتفرج عليها وتشاهدها وتعملها في البيت. إذا أنا كده أعتبر صاحب محتوى. إيه المحتوى؟ اللي هو الفكرة. بجيب لكم فكرة حلوة، فكرة جميلة وجديدة، وده الصح. المهم بناخد النهارده الفكره الجديده اللي هي حمص الشام مصري. حمص الشام مصري. كلنا ما طلع، كل الناس طلعت على الكورنيش. الكورنيش النيل بتاعنا اكيد طبعا الناس كلها طلعت، واكيد شفت عربيات الحمص الشام. انا بقى بعمل حمص الشام بامر الله عز وجل احلى من بتاع عربيات الحمص الشام، احلى منه هو أنا شخصيا، لان انا بعمله بخبره. لان مش عملته مره، اول مره اعمله ده انا عملت ولا 20 ولا 50 600 مره، الحمد لله بخبرتي يعني. كده حمص الشام دوت اولا، عشان تعمل حمص شام مظبوط تجيب ربع كيلو حمص شام وتبيته في طبق كبير فيه ميه، تبيته 24 ساعه. تاني يوم يجي عليه تسخن الميه سخنه وتحطه في الميه لغايه لما يوصل لدرجه رسك كده، خلاص ده استوي، ده كده استوى خلاص. تدوق طبعا، طلع واحده كده وتدوقها، لقيتها استوت توكل على الله يدفع عليه. حاليا دلوقتي اهو دلوقتي استوى. احط بقى الخطوه دي، اول خطوه. تاني خطوه هنعملها اللي هو احنا هنعمل عصير الطماطم. اما احنا 5 طماطمات عصير طماطم بنحطها معاه عشان تتسبك. عشان تتسبك تمام. وبعد ما نحط عصير الطماطم معاه بنحط اللي هو اللي قولوا معايا يا جماعه، اللي هو اللهم صل عليك يا نبي، اللي هو المعجون نفسه. المعجون تحط مثلا ربع معجون او نص معجون. تمام. اروح اجيب المعجون واجي فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب جبنا لكم المعجون اهوت. يبقى كده حطينا احنا 5 طماطمات مع حمص الشام. ونجيب بردك معجون اي معجون، اي نوع معجون. ده بيديله بقى نقاء حلوه جدا وبيديله احمرار. المعجون ميزته حلوه ان يديله حمار كده، يديله طعم حلو. ماشي. ما حدش ينسى المعجون هو ده معجون الطماطم. بتحطيه مع العصير، عصير الطماطم. تمام كده يا شباب، عشان تعمل حاجه حلوه وتعمل حاجه صح بالمره. الواحد لما يعمل حاجه صح. طبعا نقلب بقى شويه، نقلب كده. كده حاليا على النار لمده 15 دقيقه والتبعيد. يعني مثلا نجيب بعد 15 دقيقه تتابع الحمص، شوفوا عامل مثلا السبك، الطماطم اتسبكت معاه لما ما اتسبكتش معاه كده، يعني عايز متابعه. تمام اهو كده الحمد لله. اهو بيبتدي يغلي اهو. ربع كيلو حمص شام، يعني اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، يكفي عيله. يعني مثلا يكفي كم نفر دوت ربع كيلو يكفي له حوالي، مثلا يعمل له حوالي 12 كوبايه 15 كوبايه. الكوبايات بتاع الكورنيش بكام؟ ب 40 جنيه و50 جنيه الكوبايه الواحده. ب 40 جنيه 50 جنيه. انا اهو عملت بربع كيلو اهوت 15 كوبايه. ولما لقيت تقيل ممكن ازوده ميه، مش مشكله، ازوده ميه سخنه. لو انا حسيت ان هو تقيل ازوده ميه سخنه. لو حسيت ان هو تقيل ميه سخنه. تمام. بص جميل ازاي، جميل وحلوه. يا حركاتك يا تكاتك يا عصام يا هادي. انا مش عارف الواحد بقى بعد كده بقى يعني بفكر احترف. انا بعد كده بفكر احترف. انا اروح مع محمد صلاح ليفربول، هعمل له حمص الشام ورز بلبن واعمل له اكلات حلوه. ربنا يسهل ان شاء الله. اول ما تبتدي بقى تغلي وتتسبك، الخطوه اللي بعد كده ايه بقى؟ الخطوه اللي بعد كده دلوقتي نسيبه على النار. دلوقتي حالا نسيبه على النار، نغطيه، نسيبه على النار لمده
12 من 12 دقيقة ل 15 دقيقة على النار. تمام كده. نيجي بقى الخطوة الرابعة، نحضر التوابل. طبعا دي التوابل طبعا كمون، بس كمون زيادة شوية عشان انا الحمص الشاي يحب الكمون. كمون، ودي بهارات، ودي شطة، ده فلفل اسود، ده ملح، ده كزبرة. تمام كده. جميع البهارات يعني، جميع البهارات. طبعا بقى الخطوة ديت اللي هي ايه، عند التوم. كم فص توم؟ والله المفروض يعني من 8 فصوص توم كويس. 8 9 10 كده يعني، من 8 ل 10. اللي يحب توم كتير يخلي 10، اللي يحب مثلا توم قليل يخلي 7 8 عادي، مش مشكله. وواحد فلفل حار بس، عشان ما يبص ما يضربش في النافوخ. واحد فلفل حار. بنعمل ايه بقى؟ نحطهم في الطحانه اهي. تمام كده. نحطهم كلهم، وبعد كده نعمل ايه؟ نحط عليهم التوابل. طبعا ما نحاولش نحط توابل كتير يعني، عشان ما يبقاش حادق، ما يبقاش كده يعني. نحط التوابل في المعقول، لما نحتاج يبقى نحط على الحمص نفسه، يعني نحطه في الدوام نفسه او الحله نفسها يعني. لما احتاج احط في الحله، ايه المشكله؟ المهم خلينا في ايه، اي حاجه نعملها حتى في حياتنا، حتى كل حاجه بالمعقول، كل حاجه بالمعقول، ولا كتير ولا قليل. خير الامور الوسط، الامور الوسط، حاجه حلوه وكويسه. ربنا يوفقكم ان شاء الله ويوفقنا جميعا يا رب باذن الله. طبعا فاصل ونواصل كده، اطحن الحاجه ديت وبعد كده اقول لكم انا هحطها فين. فاصل يا شباب.